مساء الخير. حكاية إصرار تتجدد على مسرح المونديال العالمي. أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ ويؤكدون بأن ما تحقق ويتحقق ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة عمل كبير وشخصية عالمية اكتسبها منتخب المغرب، وصل معها الفريق إلى 40 مباراة بدون هزيمة كأول منتخب عالمي يحقق هذا الرقم التاريخي. تلك الشخصية ظهرت صباح اليوم مع الروح القتالية في أرضية الملعب، ورافقها الانضباط التكتيكي والهدوء الذي قاد الفريق لهذا الإنجاز الذي لا يمثل إعجازاً بل أصبح عادة لأبناء المغرب في كأس العالم. بهذه الأجواء الرائعة والفرحة العارمة التي عمت الجماهير المغربية والعربية في كل أنحاء الوطن العربي، هنا في الإمارات، في المغرب أكيد، وفي كل الدول العربية دون أدنى شك، أود في هذا الاستوديو أن أرحب بضيفي الكابتن زبير بيا والكابتن علي القرني. زبير تحياتي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا كريم، تحية ليك السادة المشاهدين. علي القرني تحياتي، أهلا وسهلا بك. تحياتي ومرحبا. مبروك. مبروك الله يبارك مبروك حتى الزبير. مبروك طبعا لكل عشاق كرة القدم، وطبعا أصدقائنا الشعب المغربي وشقائنا صراحة متعة واستحقاق وكل احترام والتقدير للاتحاد الكرة المغربي وللاعبين وللإطار الفني وكل المواقفين على هذا المنتخب اللي أمتع وأقنع. أيضا من العاصمة الفرنسية باريس يسعدني أن نرحب بالكابتن سفيان العلودي. بالتأكيد سفيان، ألف مبروك هذا الإنجاز، لا نقول إنجاز لأنه مواصلة مسيرة موفقة قبل أن نصل مرة أخرى إلى المربع الذهبي، وهذا هو الإنجاز والذي بالإمكان أن يتحقق. تحياتي لك. تحياتي لك أخي كريم، شكرا لك، وتحياتي للأستاذ علي وأخوي الكابتن الزبير وكل مشاهدين أبو ظبي. ما راحش نقول لك الله يبارك فيك، ما راح نقول لك ألف مبروك لنا كاملين، ألف مبروك لكل العرب، ألف مبروك لقارة إفريقيا بهذا المنتخب اللي كيمثل الكل صراحة. منتخب اللي بعد نهاية المباراة وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي شفتوا ان كل البلدان العربيه كنظن بدون استثناء كيشوف باللي المنتخب المغربي هو المنتخب ديالو. عاش المباراه باحاسيس مختلفه، عشنا مباراه نقدر نقول لك كانت ليله من احسن الليالي، سهره من احسن السهرات اللي قدرنا نعيشوا يوم امس. اكيد ان هذه نتيجة إيجابية تواصل النتائج الإيجابية والنجاحات الأخيرة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة السيد فوزي القجع، ولكن انتصار يوم أمس كان له طعم آخر لأنه جاب الطريقة والنتيجة والأداء والسيطرة نتكلموا عليها فيما بعد إن شاء الله بحول الله. سفيان، نواصل معك بخصوص المباراة. كون المنتخب المغربي يعني قوة شخصية وأيضا فكر عالي من طرف المدرب محمد وهبي، كانت راسخة في أذهان اللاعبين الإيمان بقدراتهم وبحظوظهم إلى غاية اللحظات الأخيرة وحتى في ركلات الترجيح. كشخص أو كأشخاص، ولكن باش تحترمني نفرض عليك الاحترام ديالي، وهذا اللي قام به المنتخب المغربي. فرض الاحترام ديالو، فرض الشخصيه ديالو على الساحه العالميه. في مثل هذه المباريات اخي كريم والزبير والاستاذ علي شاطروني الراي، في مثل هذه المقابلات، ماشي في مثل هذه المقابلات، يعني في التحليل ديالك للمقابلات كتخدم لغه العقل على لغه القلب، تتكلم من النواحي التكتيكيه الهجوميه الدفاعيه، ولكن في مثل هذه المباريات ضد مثل هذا الخصوم فالقلب كيحكم بواحد الشكل كبير. الا نتكلموا على المستوى التكتيكي وعلى الاحصائيات ديال المقابله، فراح نبخسوا المجهود اللي قام به المنتخب الوطني. على المستوى الاستحواذ المنتخب الوطني 70% 30%. الشوطين الاضافيين وصل الاستحواذ ل 80% اخي كريم، وصل التمريرات الصحيحه ل 283 بس في الشوطين الاضافيين. المنتخب الهولندي 291 تمريره طيله المقابله، يعني اجمالي التمريرات الصحيحه 800 تمريره صحيحه للمنتخب الوطني، سيطره بالطول والعرض. اذا نتكلموا على المنتخب الوطني كاشخاص،
فمن حراسه المرمى اللي ياسين بونو، الامان، مرورا بالحاج مزراوي، البركه ديال المنتخب الوطني، حكيمي القائد، عيسى ديوب اللي نقدر نقول عليه وزير الدفاع ديال المنتخب الوطني، يونس العناوي الرئه ديال المنتخب الوطني، ايوب بوعدي الشمعه، اناحي، اسف على الاطاله ولكن يعني القلب اللي كيتكلم اخي كريمه، اناحي نحله المنتخب. نتكلموا على الجوليادور ولا هولك الجلادياتور ديال المنتخب الوطني السيباري اللي عاش واحد الضغط رهيب خصوصا من الصحافه الهولنديه قبل المباراه، والضغط اللي عاشوا وشفنا الاصابه ديالو والاصرار ديالو على عدم المغادره باش ما يتركش الفريق بناقص عددي يعني في واحد الفتره مهمه او من المباراه. نتكلموا على جنرال المنتخب الوطني وهبي اللي قاد المباراه بواحد الرزانه كبيره. شكرا سفيان على هذه الروح، وأيضا مرة أخرى مبروك هذه الفرحة التي رسمها نجوم المغرب بالأمس بعد الفوز بركلات الترجيح على منتخب هولندا بنتيجة 3-2، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في مباراة تكتيكية شهدت سيطرة أسود الأطلس لأغلب فتراتها. قبل أن نتعمق أكثر في هذه الفرحة وهذا الانتصار، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه في منصة إكس المنتخب المغربي الشقيق قائلا: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم، روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم، فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة المغرب بمناسبة التأهل لدور 16 قائلا: نبارك لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق وللجماهير العربية تأهل منتخب المغرب إلى الدور 16 في كأس العالم، أداء مشرف وروح عالية عكست عزيمة وإصرار استحقا التأهل، نتمنى لهم التوفيق في مواصلة هذا المشوار وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير المغربية والعربية. نواصل الحديث عن هذا التأهل وأجواء الفرحة. علي القرني، أكيد مباراة ستبقى راسخة في الأذهان نظرا للسيناريو الذي حدث. نعم، ليس فقط بسبب النتيجة، أعتقد بأن النتيجة كانت متوقعة بحكم الأداء المميز للمنتخب المغربي من انطلاقة بطولة كأس العالم قطر، لأنه لو تشوف المباراة اللي لعب تقريبا 11 مباراة، الحدود المباراة بتاعت اليوم تقريبا هزم في مباراة واحدة اللي هي نصف النهائي من فرنسا، المباراة الأخرى كانت ممكن تكون شكلية، المباراة بتاعت الترتيب الحد المركز الثالث، فليس النتيجة. أنا اللي عجبني أكثر في المباراة هو الأداء، اللمسة الفنية بتاعت المدرب، البصمة بتاعه، أداء اللاعبين، تدبيرهم للمباراة. كنت خايف كم مرة في المباريات، مباراة البرازيل ومباراة هايتي ومباراة اسكتلندا، بأن المغرب ممكن يكون منتخب بتاع 80 أو 75 دقيقة، شفنا بأنه قادر كيف يسير المباراة باش يلعب تقريبا 120 دقيقة، وهذا بيرسل رسالة واضحة لكل من، وأغلق الباب على كل من كان بيشكك بأن اللي صار في قطر كان فقط صدفة، بأن هناك مشروع متكامل، مشروع جدي ومشروع ضخم. وممكن الآن أنا كنت دائما أقول بأنه المغرب ممكن في هذه البطولة هذه يكون من الفئة الثالثة بتاعت المرشحين ضمن مجموعة من المنتخبات، بعد وقبله بيتي مثلا ممكن الأرجنتين، ممكن البرازيل، وفرنسا لوحدها بتحلق بعيد. أعتقد الآن بعد هذا الأداء اللي شفت، مش فقط النتيجة، الأداء والطريقة لعب المباراة، أعتقد بقول بأنه المغرب في التوب ممكن ينافس على اللقب. بالأمس عاشت الجماهير المغربية سهرة حتى الصباح الباكر في شتى أنحاء الوطن العربي، ولكن في الرباط كانت الصورة مختلفة. الزميل يوسف الحداوي نقل لنا التفاصيل عبر هذا التقرير. وهذيك الراية حمراء
هكذا كانت الأجواء بملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث لم يمنع توقيت المباراة المتأخرة الجمهور المغربي من متابعة لقاء منتخبهم أمام طواحين هولندا برسم الدور الثاني لكأس العالم. ففي العاصمة الرباط الأعلام ترفرف والجماهير بقميص المنتخب المغربي تهتف وتشجع وكأنها بالمكسيك، متفائلة بمواصلة تحقيق الإنجازات وكتابة فصل جديد من تاريخ الكرة المغربية. وحنا تايقين في المنتخب تاعنا راه قوي، راه الحمد لله زعما رابحين. في اللوجيك ما صعيب، هيا ان شاء الله يكون، ان شاء الله غيكون خير، طلبوا الله يكون خير ان شاء الله، برضات الوالدين ان شاء الله نربحوا. ان شاء الله يكون المغرب، ولكن غيكون ماتش ماشي سهل، غيكون صعيب، من ان شاء الله غيكون 3-1. مقابله صعيبه بالنسبه لنا حنايا الساعه والخوف، ولكن ان شاء الله غادي نربحوها ان شاء الله. بالنسبه للماتش غادي يكون ماتش صعيب، مي حنا توقعنا بانه غتكون الماتش غيسري ب1-0 اشواط اضافيه. كاين اللي كيقول هولندا، فهمتي، حنا مع المغرب 2-1. وانا اليوم حاضر اساس انه اساند المنتخب المغربي، وان شاء الله فالم التوفيق ومباراته مع هولندا. المباراة كانت صعبة والجمهور تفاعل مع كل لمسة وكل محاولة بأجواء حماسية، فمع كل هجمات الأسود كانت مدرجات ملعب مولاي الحسن تهتز كما لو أن المباراة تلعب هنا بالرباط. ضربات الجزاء عاشها المناصرون على الأعصاب ليعلن في الأخير إسماعيل الصباري بتسجيله الضربة الأخيرة عن فرحة الأسود والجماهير التي استمرت حتى طلوع الشمس الثلاثاء. الحماق أنا الحماق صافي، الصوت مشى، كل شيء مشى، كنا تايقين في المنتخب الحمد لله ما خيبناش، مازال غنوصلوا الأدوار أكثر من هادو، وهادو غير فرقه واعره تلاقينا معاه في الاول، مازال غيشوفوا المغرب ديال بصح. سخفت انا، هذا جهدي الحمد لله، ديما مغرب. الماتش كان قوي مع هولندا، ولكن الحمد لله الفريق ديالنا تغلب وتعب، والحمد لله كانت النتيجه مزيانه، وخا خرجنا ان شاء الله بلانتيات دزنا الحمد لله بفضل الله ورضات الوالدين. هي صراحه سي با ماتش فاسيل، كنا على اعصابنا طوال الماتش، نديروا البرولونغاسيون قلنا صافي غنماركيو الساعه، مالوغيزمون ما كناش وصلنا لي بينالتي، الحمد لله جبروا فيتيسين، ديما مغرب، بون كوراج بور لا سويت. هذا الماتش كان صعيب بزاف، ولي جوار كانوا زوينين ديال هولندا، كان الماتش صعيب ولكن واخا هكاك ربحنا، ولي جوار لعبوا مزيان، كانوا شويه دي ديفيكولتي ولكن الحمد لله ربحنا، وشكرا لي جوار ولونترينور وهبي، شكرا بزاف وديما مغرب. الحمد لله الماتش كله كنا على الاعصاب ديالنا، ومني ماركينا البيت الاول ديالنا عاد رجعت فينا الروح، وعاد الماتش حلا وعاد الماتش زيان، والحمد لله حنا فرحانين بهذا النجاح ديالنا، وكنهنئوا المنتخب المغربي وكنهنئوا جميع المغاربه بهذه الفرحه هذه اللي واخا سهرنا، ولكن سهرنا على شي حاجه اللي ما كتعاودش جوج المرات الصراحه. الحمد لله ربي وفقنا، عيسى ديوب عتقنا في ذاك البيت في الاخر، كنا صافي رمتنا فشلنا، هو رجعنا ثاني بلانتيات، ما عرفناش من اللعابه كاين بقاو كيسقلوا في الاول، ولكن الحمد لله بقدره الله سبحانه وتعالى دزنا، والحمد لله ديما مغرب. ماتش جاي كندا وجدوا راسكم. هي ليلة أخرى تكتب فيها الكرة المغربية سطرا جديدا في كتاب التاريخ، والحلم يستمر نحو المجد. ليلة بيضاء عاشتها الجماهير المغربية بعد التأهل التاريخي على حساب منتخب هولندا. الأكيد أن الأفراح ستستمر، والموعد المباراة المقبلة أمام منتخب كندا. من الرباط لأبو ظبي الرياضية، يوسف الحداوي. نعم زميلي يوسف، أشكرك على هذا التقرير، وأؤكد أنه بهذه الروح، بهذا المستوى، بهذا الإصرار، الفرحة ستكون مماثلة بعد مباراة كندا بإذن الله. في الاستوديو كابتن زبير، عقلية الجماهير أيضا عقلية انتصارية وواثقة في منتخب بلادها. طبعا الجماهير تشجع كريم في كل الحالات وتستمتع، وخاصة تفرح وتعيش هذه التقلبات النفسية، لكن ما هيش فاعلة. الفاعل هم اللاعبين في الملعب والمدرب، هذا اللي كان
عظيم جدا في هذا المنتخب المغربي. محمد وهبي ما تحسش في أي لحظة تشوفه في الصورة أنه متقلق. غريبة جدا، كنا على بعد دقائق من نهاية المباراة والإقصاء. نعم. وكان تشوف حركته، تشوف ملامحه، شيء عظيم جدا جدا اللي يعمل فيه الأكفاء في المنتخب المغربي. لازم نشيد بكلمة الأكفاء ونصر على كلمة الأكفاء، لأنه اللي صاير كله هي كفاءة في المغرب. نعم. توفر مسؤول كفؤ، إطار فني اختاروا كفؤ، ولاعبين في مستوى محترم جدا. المنظومة كلها كريم بالعمل تعطي النتائج اللي نشوفها. المغرب اليوم خامس العالم. نعم. المغرب اليوم 40 مباراة ورا بعض ما يخسر. ما هيش صدف كريم، هذه النتائج هي عمل. المغرب غير مدرب اللي كان في كأس أفريقيا قبل 6 أشهر، والناس كثير تكلمت انه التغيير ومش معقول والركراكي وصل لنصف النهائي، لأن أنا طموحي أكثر. نعم. والعمل والقراءة اللي نشوفه فيها اليوم والأداء صراحة تستحق كل الإشادة. بقوة الفريق، الصعوبات، هذا الفريق تصابوا له لاعبين مهمين 2 قبل كأس أفريقيا، تصابوا له قبل كأس العالم. نعم. في كأس العالم في المباراة المهمة اليوم أمام هولندا كريم يخرج له لاعب مهم جدا ويختار مدرب باش يلعب مزراوي كقلب دفاع ويعمل مباراة ويعمل فترة ثنائيات رهيبة جدا. أنا قدر ما نحكي على هذا المنتخب لأنه في حقه بالأداء اللي شفناه. نعم. اليوم المستوى اللي وصل له أشرف حكيمي أحسن باك وممكن في العالم كله في الوقت الحالي، لازم نشيد بهذا الشيء. هذه كل الأرقام والمعطيات اليوم، المواهب اللي صاعدة في المغرب تخلينا ننتظر ممكن مواصلة لهذه المسيرة. بالضبط. وهذه الفكرة ليش قلت لك المسؤول الكفء والتخطيط الكفء. نعم. والإرادة السياسية المهمة جدا اللي وراء كل هذا المشروع والعمل والبنية التحتية. صراحة اللي يشوفوا فيه المنظومة في المغرب تدرس. نعم. والنتائج كانت رائعة جدا، واللي يجتهد حتى ولم لا يصب غير القاعدة. المنتخب المغربي له نصيب من النجاح. نعم. اليوم المنتخب المغربي بارك له ربي في المجهود اللي عمله، لأنه كانت ممكن تكون يعني في مشوار سفيان الرحيمي حالة صعبة جدا، لأنه أضاع فرصة كانت في أداء رحيمي اللي أضاع بينالتي، وهو اللاعب اللي قدم أداء رائع جدا في. نعم. أمور كثيرة. ربنا بارك في هذا المنتخب بأتم معنى الكلمة، لأنه كان ممكن ياخذ منعرج ثاني لو ما وفقش في ضربات الجزاء. بونو كريم كلام كبير لازم نقوله، لأنه بونو طور طريقة التصدي لضربة الجزاء. يا أخي لما ترجع للفيديوهات يبقى ينتظر، لا يرتمي، واقف من غير ما يرتمي، واقف يروح في المكان المناسب، قوة ذراع. يعني في حاجات في هذا المنتخب استثنائية. مش من الصدفة أنك خامس العالم اليوم، مش. نعم. من الصدفة أنك وصلت لهذه المرحلة. نتمناه التوفيق ونهنيه كل الشعب المغربي. نعم. حضور ذهني، مردود بطولي لكل اللاعبين، للمدرب، للاتحاد المغربي لكرة القدم. سفيان علودي معنا مرة أخرى مباشرة من باريس من فرنسا. الكل تخوف على مواصلة هذه المسيرة الرائعة للمنتخب المغربي بعد إنهاء العلاقة مع المدرب وليد الركراكي، لكن رؤية مستقبلية واضحة المعالم للاتحاد المغربي لكرة القدم مع فوزي الأقجع أنه البديل موجود ويواصل المسيرة، وهي النتيجة. رأيك سفيان؟ اكيد اخي كريم، وزياده الكلام اللي قاله، تاكيد الكلام اللي قاله الكابتن الزبير. فكنظن ان المشروع بدا من 2008 بقياده جلاله الملك الله ينصره ويحفظه ويشافيه ويعافيه ان شاء الله جلاله الملك محمد السادس، هو اللي بدا هذا المشروع في خطاب الصخيرات. فكنظن ان من ثم بدات الملامح ديال التطور بدات كتبان. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. فوزي الأقجع على رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بداية من ناصر لارقيت مرورا بفتحي جمال اللي عنده دور كبير على مستوى تطوير المدربين واكتشاف المواهب المغربية. اللي ما كيعرفش الكل هو أن فتحي جمال هو اللي كان مدرب المنتخب الوطني المغربي في 2005 حينما وصل نصف نهائي كأس العالم للشباب في هولندا وبلجيكا. هو اللي كان مدرب، هو اللي ساهم في اكتشاف مجموعة من المواهب على غرار سعيد خرازي، هشام بوشروان، عبدو ربيه. فمجموعة من المواهب جابهم من أقسام الهواة الفرق الدرجة الأولى في المغرب ولعبوا في المنتخب الأول. هو اللي كان وراء وضع
محمد وهبي على راس قائمه الطاقم التقني للمنتخب الوطني. كنظن ان الناس في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كانت عندهم رؤيه مختلفه، كانت عندهم رؤيه ثابته، رؤيه للمدى القريب وحتى للمدى البعيد، لان كنا كنعرفوا وهبي فهو كيامن بلاعبين شباب. شفنا كيف ما قال اخي الزبير يعني الثبات ديال المدرب، فما كنظنش ان مدرب اخر كان ممكن يقدر يقحم طالبي ولا حتى المرابط وحتى جاسين في واحد التوقيت حساس من المباراه، ولكن كيامن باللاعبين ديالو، كيامن بالمواهب اللي عندنا. هذا كيعطي دفع للاعب انه يعطي كل ما عنده. كنظن ان اختيار وهبي كان صائب جدا. نعم. كما قلت من قبل فوهبي ليس بس مدرب، فهو طبيب نفسي للاعبين، عنده دبلومات عديده على في مجموعه من المجالات بخلاف مدرب كرة قدم. طيب خلينا نرجع مرة أخرى لعلي القرني، ناخذ آراءه حول هذا التمشي، هذه العلاقة بين الاتحاد، بين المدرب، بين اللاعبين، ترجمت فوق الميدان بانتصار على منافس عتيد، والجماهير ما زالت ترغب في المزيد. نعم، لأنه أول شيء بخصوص المباراة فقط أن تجعل منتخب مثل منتخب هولندا يدخل بخطة اللي هي خطة دفاعية، يتراجع للوراء، يحسب لك ألف حساب، فهذا في حد ذاته اعتراف بما وصلت إليه الكرة المغربية. هذه الإنجازات. أنا لا أتكلم عن النتيجة، أنا كما قلت في الأول أقنعتني وأعجبتني طريقة اللعب والتكتيك والتعامل مع المباراة أكثر من النتيجة. هذا الأداء وهذا المشروع اللي هو في المغرب، الهدف تاعه هو أنه في 2030 تكون هناك يكون الثمر الكبير تقطف الثمار الكبيرة بالنسبة لهذه فالآن، لأنه الآن هذه الوفرة أنا شخصيا بتذكرني بنفس الجيل اللي كان عند البرتغال أيام لويس فيغو ويكوستا، الجيل اللي كان عند بلجيكا بتاع هازارد ولوكاكو دي بروين في أيام شبابه، فجيل، لكن ما عايزينش احنا الجيل هذا يضيع كما ضاع الجيل بتاع البرتغال والجيل بتاع بلجيكا. أعتقد بأن الجيل هذا والوفرة الموجودة في اللاعبين ممكن يروحوا بعيد، لان الوفره اللي موجوده الان في اللاعبين ممكن تتكلم انت على مونديال 2030 ومونديال 2034، ففي طفره كبيره في كره القدم المغربيه، وبطبيعه الحال هذا رجع، لانه الان هذا المشروع المغربي مشروع يدرس، واعتقد بانه للعالم العربي مش عيب بانك تعترف بانه هذا بنجاح الاخر وتتعلم منه. نعم. لانه هذا المشروع نتاع الشخص المناسب في المكان المناسب يبين نحن كدول عربيه بانه الرياضه فقط شويه نتاع الاستثمار وشويه نتاع الانسان المناسب في المكان المناسب، ممكن نروح بعيد في كل المجالات. نعم. بتوع الرياضه. بالله تعقيب بسيط على كلام علي، الرابط بين المنتخب بطل العالم اقل من 20 سنه والفريق الاول هو محمد وهبي. بالضبط. الكلام نتاع علي انه نفكر في 30، نفكر في هذا الجيل كذلك اللي كان بطل عالم. مش هين انك تكون بطل عالم على المنتخبات العظيمه نتاع كرة القدم اللي كنا نعرفها. يعني الفكره انك تربط بينهم الاثنين هذم، والفكره الاقوى لليوم لازم نقر بها كعالم عربي. نعم. اللي يعمل فيه المنتخب المغربي كسر حاجز الخوف، بثقتي في نفسي، نفس المستوى ينظر إلى كل المنافسين. ما الكل الكلام اللي المنتخب المغربي وصل له دور ال16 اليوم مقابل عظماء الكرة البرازيل وهولندا، كان فايز على البرازيل، متقدم في النتيجة يعني. والوضعية الكلنا شفناها كأداء، نرجع ونقول الأداء. نعم. لأنه الاختيارات والكواليتي اللي وصلت لها واللي طورتها واللي اشتغلت عليها واللي عرفت تختارها واللي اخترت لها المناسب ليديرها وما إلى ذلك. والنقطة نعم. الثانية اللي لازم نشيد فيها. نعم. محمد وهبي قال لك ما فيش تحضير نفسي أكثر من حبي لبلادي. الوطنية. صحيح. في الوطنية صدق، في الوطنية الصدق في العمل. يعني هذه النقطة لازم تدرس في هذا المنتخب المغربي. شوف الوطنية، يقول لك اللاعبين ما حكاوش في ولا شيء اسمه منح قبل كأس العالم، رايحين بنمثل بلدنا أحسن تمثيل. الروح اللي تشوف فيها، الجماعية اللي تشوف فيها، الشخصية اللي تشوف فيها عظيمة جدا وتدرس في هذا المنطقة.
من الإمارات وبالتحديد الفان زون في مركز دبي التجاري، فرحة الجماهير المغربية بالفوز والانتصار، رصدها لنا الزميل سعيد المعمري. مباراة المغرب وهولندا في دور 32 في كأس العالم، مباراة مهمة، مباراة يعني نتمنى إن شاء الله الفوز لفريق المغرب، ولكن خلينا نشوف المغاربة في الإمارات عايشين الأجواء وكأنهم في الملعب ويشجعون من قلوبهم، ونحن حاضرين عشان نعيش الأجواء. تعالوا معنا. مرحبا. مرحبا. توقعاتك للمباراة؟ إن شاء الله راح نفوز. كم راح تكون؟ إن شاء الله 3-1. خبرني شو توقعات المباراة اليوم؟ 3-1 أو 2-0. المغاربة مولعين. دائما مولعين. لأن عندنا ثقة في الناخب الوطني، في المنتخب الوطني، يلعبون كرة قدم بكل روح رياضية، روح قتالية، ويفرحونا إن شاء الله في النتيجة إن شاء الله. قولي شو رأيك بالأجواء هني في الإمارات؟ أجواء روعة، الجالية المغربية في الإمارات واعرة 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 بزاف كان إن شاء الله يكون خير في هذا الماتش ومن خير إن شاء الله. مربوحة وديما مغرب، حبة ما نحبوا كرهها ما كره، ديما مغرب ومربوحة ومرفوعة الراية الحمراء، ضروري ضروري ضروري. توقعاتك المباراة اليوم؟ والله هي لا شك انها بتكون مباراة صعبة كونها في الادوار الاقصائية يعني، بس ان شاء الله نتمنى باذن الله الفوز الاسود الاطلس، واتوقع النتيجة ان شاء الله 2-1 او 2-0 ان شاء الله. شو رايك باجواء المغرب بس في الامارات؟ اجواء رائعة حلوة، ووقع الخمسة السبت انتم تشوفوا الاجواء، ناس جايين يشجعوا البلد المغرب هون في الامارات الشقيقة، ان شاء الله رابحة ان شاء الله. راح الشوط الاول ان شاء الله راح ندخلوا بكل جديه، وان شاء الله احنا المغرب الاسود رابع عالميا، وان شاء الله مربوحه ان شاء الله، وديما المغرب مربوحه ان شاء الله. يا رب نتوقع. لا ان شاء الله بونو. It's all about بونو. ان شاء الله المغرب. والله قلت لك في الاول ان شاء الله راح نربح ان شاء الله، الحمد لله، وديما مغرب. مبروك المغرب يتأهل. الله يبارك فيك، فوز مستحق الحمد لله، عيالنا قاتلوا في الملعب الحمد لله رب العالمين. شكرا للإمارات أول شيء، وإحنا والإمارات واحد من زمن الزمانات، ومبروك وإن شاء الله اللي جاي أحلى. هكذا كانت الفرحة في الإمارات، بالتحديد في المركز التجاري في دبي، فرحة عارمة لكل الجماهير المغربية، الجماهير العربية. ما لاحظت أن المباراة كانت أمام العملاق الهولندي، لكن ثقة الجماهير المغربية في منتخب بلادها عندما سألهم الزميل العزيز سعيد المعمري عن النتيجة والتكهنات النتيجة، من يقول 3-1، من يقول 2-0، وكأن المنتخب المغربي سيلاقي منتخب كوراساو ومنتخب أقل قيمة من المنتخب الهولندي العتيد. عن هذه الفرحة نواصل الحديث مع سفيان علودي في باريس. سفيان، شاهدنا الفرحة في المغرب، شاهدنا الفرحة في الإمارات، كيف كانت الأوضاع والفرحة في فرنسا وفي باريس بالتحديد؟
اجواء خياليه، اجواء يعني منذ الخروج ديالي في الصباح وانا كنتلقى التهاني من الجيران، من الجاليات المغربيه، من الاقارب للذكر. فانا يعني وصلت الابنه ديالي للمدرسه، الكل كيهنئني في المدرسه. فيعني كتحس بواحد الفخر، واحد الاعتزاز بالرجوع. اخي كريم للكلام اللي قلتي ان الجمهور المغربي يعني كيتوقع نتيجه الفوز ديال المنتخب الوطني. هذا الاطمئنان هذا اللي عند الجمهور المغربي، فاللي كيعطيه لك هما اللاعبين، اللي كيعطيه لك هو المدرب ديال المنتخب الوطني. في التصريحات ديالو قبل المباراه، تصريحات اللاعبين قبل المباراه، ما كتحسش بالخوف، كتحس بالعزيمه، كتحس بالايمان بالقدرات ديالهم، كتحس بايمانهم بانهم قادرين يحققوا نتيجه ايجابيه، ناهيك على الاداء اللي كيقدموه في المباريات اللي كتكون قبل. هذه عوامل كلها كتخلي الجمهور المغربي يكون مطمئن على المنتخب ديالو. وكنا مطمئنين، اكيد اننا متخوفين من الخصم، لان كما كان الحال كيبقى المنتخب الهولندي كيبقى عنده لاعبين كبار، عنده من الامكانيات باش انه من فرص قليله او من شبه فرصه يحقق لك، يسجل عليك مثل ما حصل في الهدف ديالو، هدف تقدم. ولكن كيبقى الايمان ديالنا باللاعبين ديالنا، بما يعني الاشارات اللي تيعطيونا اللاعبين والطاقم التقني هي اللي كتخلي الايمان ديالنا يكون قوي باننا نفوزوا بهذه المباريات. نعم. سفيان علودي، شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة من باريس من فرنسا. شكرا ومبروك. شكرا لك أخي كريم، الله يبارك فيك حبيبي. المدير الفني محمد وهبي الفائز بكأس العالم للشباب، ماذا قال بعد نهاية المباراة؟ C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de croire en soi. Bien entendu, après, je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va produire tous les jours, ce qu'on va faire sur le terrain, aux entraînements, qui vont faire la différence. Mais ce groupe, cette Coupe du Monde au Qatar, elle a changé les mentalités aussi. Je suis bien placé pour en parler. On parvient avec les U20 à gagner un championnat du monde. C'est grâce aussi à ces joueurs-là qui ont fait un gros parcours au Qatar. Donc c'est clair que là, maintenant, depuis quelques années, le Maroc et les joueurs marocains croient en eux. Les supporters croient aussi que c'est possible. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont exigeants, mais ils nous sentent capables d'aller loin. Mais voilà, on sait que c'est match après match. Les gens maintenant, vous s'imaginez que ça va être facile au prochain match. C'est pas le cas du tout. C'est le Canada, je le connais. Le coach, je le connais. C'est une équipe qui va nous poser d'autres problèmes. Il faudra trouver d'autres solutions. Il faudra bien récupérer. Mais je pense que la clé, c'est de savoir que personne ne peut nous arrêter si on fait les choses comme il faut. Et que personne n'est imbattable aussi. Et je le répète encore, même nous. Si on ne fait pas les choses comme il faut, on peut rentrer à la maison. Et croire en ça et se donner les moyens d'y arriver, c'est ce qu'on essaye depuis quelques années au Maroc, et c'est la mentalité qu'on veut que tous les joueurs aient au Maroc. بعد نهاية مسيرته التدريبية محمد وهبي بالإمكان أن يحاضر بهذه الإمكانيات الفكرية ما شاء الله في كبرى الجامعات العالمية وخاصة الجامعات الأمريكية. علي، كلام مهم قاله المدرب محمد وهبي، أن العقلية تغيرت بعد المونديال السابق في قطر، أن المنتخب بإمكانه أن يقهر ويفوز على أي منتخب مهما كان، لكن ليس هنالك أي منتخب في منأى عن الهزيمة. صحيح، والعقلية هذه أهم شيء. حتى لو يكون عندك الإمكانيات ويكون كل شيء، وشفنا بأنه في منتخبات وفي دول عندهم إمكانيات وعندهم كل حاجة، لكن لما ما يكونش عندك العقلية، هذه العقلية نتاع الفوز، العقلية بأنك قادر تحقق نفس الشيء، وبأنك الشخص هذا لأن الطريقة اللي كنا بنشوفوا في هذا الخصوم الأوروبيين والخصوم من أمريكا اللاتينية كنا بنجسدهم بأنه هذا العملاق الذي لا يقهر، لكن لما تكسر هذا الحاجز هذا وصير عندك عقلية بأنه هذا فريق ممكن أتغلب عليه لو عندي حتى الإمكانيات، لو وصلت الكاملة استغلت كاملة الطاقة بتاعي. وهذا بيروح بينعكس على المشجعين، بينعكس على المنظمين، على الاتحاد، بتصير هذه بتصير الأولويات كلهم الناس بيأمنوا بها. فالمنتخب المغربي الآن
بعد ما شاف حتى الاجيال ديال اللاعبين الجداد اللي بعد ما شافوا بان المنتخب المغربي قادر يهزم بلجيكا، قادر يتغلب على اسبانيا، يتقلب على البرتغال، يتعادل مع البرازيل وكاد يفوز على هولندا، فالثقه بدات تزيد سواء عند اللاعبين اللي لاعبين الان ولا عند الاجيال اللاعبين الناشئين اللي طالعين من المنتخب نتاع الشباب والفئات السنيه. نعم. فهي مشكل نتاع عقليه ونضج، وهذا شفناه مش فقط عند المنتخب المغربي بالمناسبه، حتى في منتخبات افريقيه اخرى شفنا بان صار عندها نضج تكتيكي، ما صارش هذا الخوف من هذا المنتخب، لان زمان كانت قبل فقط المونديال تاع قطر كان المنتخبات بتفوز تقريبا بتدخل فايزه 1-0 فقط بالاسم بتاعها وبالسمعه بتاعها. الان ما صارش هذا المشكل، صارت بتشوف بان الراس الاخضر مع فريق اخر بيلعب معاه زي بانه فريق مثل فريق اخر. نعم. وهذا جد مهم. زبير، عن مسألة العقلية نتحدث، ليس هنالك فرق بين عقلية حكيمي أو عقلية بوعدي. بالضبط، لا في فرق كريم. الأدوات العقلية جيدة والفكرة جيدة، لكن لازم تزرعها في أدوات جيدة باش توصل لإنتاج كبير. لما تحكي اليوم على بوعدي في بدايته ولكن في نسق تصاعدي قدم مستوى كبير أمام البرازيل، واضح. تحكي على السايبر اليوم مش ينتقل نقلة كبيرة في مشواره باش يمشي لبايرن ميونخ. تحكي على مزراوي، تحكي على حكيمي بطل التشامبيونز ليج الأوروبي لسنتين على التوالي وفاعل رئيسي. نعم. مش احتياطي. الأدوات أوكي تأمن، بس لما تطلع في المستوى لازم هذه الأدوات اللي باش تقتنع بأنفسها تكون عندها الجودة. اليوم اللي صاير في المنتخب المغربي انه فيه الجوده. نعم. وفيه المواهب وفيه الشخصيه، لما هذا كله يامن بنفسه طبعا النتيجه تكون اداء قوي. اليوم راهو لازم نتاكد انه اللي يفتخر به في المنتخب المغربي انه المنافسين اللي لعب ضدهم يسيطر عليهم نفسيا. لازمك تفهم شو يعني. بدايه ال 15 دقيقه الاولى كانت لهولندا، قلنا الله يستر منها المباراة، حتى البرازيل. لكن نفس الفريق، حتى البرازيل في الدور الأول. ايه كريم، موضوع السيطرة على الكرة يعني خطر في الأخير هي كرة قدم، خلينا من الجانب النفسي. نعم. هذا كله مهم، لكن في أرض الملعب كيف تترجم هذه الثقة في النفس بالسيطرة على الكرة. عندك أدوات نفس ما أناحي البارحة عمل المباراة أنا بالنسبة لي عظيمة جدا، لأنه خلى الفريق يستحوذ ويسيطر هو وحكيمي وبوعدي أناحي لسالك مستواه، لأنه كان هنالك شوية تراجع. عندك الكواليتي متاع نايل العيناوي لازم تركز معاه كريم. مش طبيعي اللاعب المجهود اللي يعمله في نص الملعب في قطع الكرات، قطع المسافات، في التحرك. نشوف في فرناندو ريدوندو جديد، يعني نشوف في أناقة على أسرع فوق أرضية الملعب، على أسرع، نعطيك على أسرع من رودوندو. رودوندو كان مهاري لكن بس الكواليتي تشوفها عندنا العيناوي رهيبة جدا جدا. الثنائيات، الالتحامات، حاجة خرافية جدا جدا. نصراوي، نرجع ونقول مزراوي عفوا، نصير مزراوي اللي عمله البارح خرافي واللي عامله في كل المباريات اللي قبل. على فكرة التوازن كله في المنتخب المغربي يعمله نصير مزراوي. ليش؟ لأنه هو الوحيد اللي يطالع حكيمي عنده الحرية متاع التنقل، هو عنده ثبات الدفاعي. نعم. يعني يخلي الفريق متوازن. نصير مزراوي ببقاء وثباته في الأدوار الدفاعية. الحاجات اللي صايرة تدرس في المنتخب المغربي، ولكن لازمها الجودة، لازم نعرفها. الجودة موجودة بالضبط. لما وجدت الجودة أمنت بنفسها هذه النتيجة. نعم. فقط إنه إضافة بسيطة بخصوص مزراوي. الآن في مانشستر يونايتد، في الأكاديمية مانشستر يونايتد صاروا بيدرسوا حاجة اسمها مزراوي واي، بيدرسوها للصغار، بيعلموهم كيف الطريقة اللي بيلعب بها مزراوي. لأنه اللاعب هو بيقولوا بأنه في مانشستر يونايتد، وحده شفنا حتى مع المنتخب المغربي، بأنه اللاعب الوحيد اللي بيعرف كيف يقرأ المباراة أكثر من غيره، الطريقة اللي بيقرأ بها المباراة. وهذه بتخول له بأنه ممكن يلعب ظهير، يلعب جناح، يلعب قلب دفاع، ومرات لعبوه حتى في مانشستر يونايتد لعب وسط. نعم. لعب خط وسط. بس مباراة البارح كان إمكانيات كبيرة لمزراوي لكل اللاعبين في المنتخب المغربي. نعود لمباريات الدور 32. البرازيل توقف مفاجأة اليابان وتخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة. المغرب أعتقد مازال تحس البرازيل بعيد عليهم بهذا المنطق إذا تكلمنا على البرازيل. المباراة الثالثة كانت مختلفة، مفاجأة كتبها منتخب باراغواي بعد الفوز على ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4 أهداف مقابل 3. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة